بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. اخواتي وحبايبي، ان شاء الله النهارده احنا في الرواعي عند ابو سليمان، ماكينات ابو سليمان، وقناه ابو سليمان لبيع الماكينات الخياطه الاصليه. مفيش حاجات تقليد او حاجه كده، ما شاء الله بسم الله الله اكبر على محله يعني وحاجته. ونجيب النهارده المكنه اللي جايه لنا هديه من مسيو ماهر، وبنشكره طبعا، بنشكر البرنس النبراوي. ومعانا ابو سليمان بقى يقول لكم ويشرح لكم. طبعا هو عنده فانز كتير، فطالبين من فانز فيروز واخواته وحبايبي كلنا ندخل على قناه ابو سليمان ونتفرج ونتعلم، عشان اللي حابه تعمل مشروع. واللي اما تتفرجوا على القناه على الفيديو ان شاء الله هتحبوا تعملوا. اللي حابه الخياطه هتيجي وتشوف وتجرب باذن الله. وهو ان شاء الله معاكم هيشرح لكم يعني نوعيه المكنه اللي احنا نقيناها. ومعاكم ابو سليمان، اتفضل. ازيكم عاملين ايه يا جماعه؟ والله العظيم النهارده الناس جم نوروني. قناه فيروز واخواتها الحاجه جت نورتني وجايالي من سفر، وده حاجه مفرحاني. وبرغم ان في عندنا بتوع مكان كتير في الرواعي، بس هي جايه عشان ابو سليمان، ودي حاجه تبسطني جدا. شرف ليا يا ابو سليمان. يا رب والله يخليكي، والله انا اللي اتشرفت بيكي انت يا رب يخليك يا ابني. وتوته. هي اللي الله بتصور يا يخليك. جماعه على فكره. ونورتوني النهارده والله، واهل بني سويف كلهم على راسي. الفانز بتاعك بقى لو بيحب مكان الخياطه ان شاء الله عندنا كمان ناس جوهره وناس بيخيطوا طب معانا كويس. هي القناه ايه ممكن تجيبها لهم يا توته؟ هي في الوش هي كمان. اسمها ايه؟ ماكينات خياطه ابو سليمان. هنا اهي. هي هنا احسن. وعندنا يا جماعه المكن اللي هو الاسمر ده اللي هي السنجر. بصوا بقى، انا بحب اشتغل في الاستعمال الخفيف لان المكن ده نضيف جدا جدا زي ما انتم شايفين حاله المكن. وفي منه مرسيدس اهو، وزي المكن اللي انتم شفتوها في الاول، في برضو سنجر برازيلي وفي سيستر. وبص بقى توتا لف كده الحاجات بتاعت زمان دي بقى، اللي هو اسمه الصالون ده، اللي هو ده ممكن احنا كده مش حاطينها، بتبات هنا كده وبنحط رجلينا جوه. اسم القناه بتاعنا هو معروف. انا حتى عامل المحل زي ما انتم شايفين كله يوتيوب كده، حتى السقف. فطبعا النهارده انا يعني اي حد هيتصل بيا رقم الواتس موجود، هتحطوه على لكم الفيديوهات في الديسكريبشن. وهحط لكم. ولو دخلتوا قناتي، قناه ماكينات خياطه ابو سليمان، هتلاقوا انا حاطط في كل الفيديوهات بتاعتي رقم الواتس ورقم الفون. اي حد هيقول لي انا من قناه انا وفيروزه فيروز واخواتها اسف، هيتعمل له خصم وياخد هدايا زي ما انت النهارده هتاخدي هدايا باذن الله. باذن الله وانتوا نورتوني. ودي كانت حاجه سريعه، ربنا يخليك. دي كانت حاجه سريعه. فاحنا طبعا اللي عايز بقى يشوف تفاصيل ويشوف مكان واحنا بنشغله ونطرز عليه. عجبتك المكنه؟ جميله برضو. وريهم المكنه احنا نقيناها نوتوتا. عملنا لها دلوقتي اهو تطريز زي ما انتم شايفين، وعملنا لها زجزاج، وعملنا خياطه، وفرحت جدا بالاوفر. طبعا عشان مش محتاجه ان انا اطلع بره واسرفل ولا اتعب نفسي، فهي ما شاء الله بتعمل كل حاجه. واقول لك على حاجه لسه ما قلتها لكيش، المكنه بتركب زرار. بسم الله ما شاء الله. يعني لو جبت زرار هركبه لك فعلا. بعد ما نخلص الفيديو هوريك. طيب انت طبعا معاها دوست الزراير. عشان هي كمان اوتوماتيك مش محتاجه دواسات. والله. في كمان مفاجاه تانية. بدي شهاده ضمان لاي حد من الفانز بتاعته والفانز بتاعي. انا عندي بقى جمهور اسمه جمهوريه ابو سليمان. ده جمهور عظيم جدا، هو اللي خلاني الحمد لله قدرت اعمل اسم لنفسي، وقدرت اوصل كل المحافظات من بني سويف واسكندريه والمحله والمنصوره، كل المحافظات، صعايده وفلاحين. شهاده الضمان دي برضو تضمن لك المنتج 3 سنين، سواء على المكنه اللي هي السنجر او المكن اللي هو الخياطه والزجزاج. طيب مش عايزه تقولي حاجه؟ انا مش بعرف اتكلم احنا والله. اتشرفنا بيك يا ابو سليمان، والله اتشرفنا بيك جدا وفرحانين جدا. والله المكنه دي كانت حلم عمري ان انا اجيبها، وربنا يكرمنا ان شاء الله ويجعلها فتحه خير علينا. والف شكر الف شكر للمسيو ماهر والبرنس النبراوي طبعا على راسي. جمايلك عليا بصراحه. وانا لسه والله يعني هدخل برضو كده وهشوف. والناس دي ناس محترمه وانا ببعت سلامي ليهم، والحاجه برضو هتسلمني عليهم. طبعا يوصل اي حاجه يا جماعه. ابو سليمان بيبعت سلام ليك يا برنس والمسيو ماهر. ربنا يكرمكم على فعل الخير، وربنا يكبر بخاطركم زي ما بتكبروا بخاطر الناس كلها. يا رب يا رب دايما.
كان معاكم ابو سليمان، وان شاء الله الرواعي العنوان بقى بالظبط مكاننا في 14 شارع الرواعي خلف مول صدناوي اللي في العتبه. على مسافة مفيش 5 دقايق مشي من مول مول صدناوي. بتدخلي بنبقى في موجودين الظهر. في المحل تمام. 5 دقايق بالظبط. تمام. وبعدين انا كمان يا جماعه ممكن حد مثلا عايز شحن هبعت لهم. بيبعتوا يعني انا انتوا شفت في في مكانكم الفيديوهات بني فعلا. سويف في اي حته اكتبوا لي يا ابو سليمان ابعت لنا صوره الحاجه على الواتس تعجبكم هبعت شحن. طريقه التشغيل هتجيلكم برضو على الواتس. يعني الموضوع سهل جدا ما فيهوش اي صعوبه. وتقدروا تدخلوا بقى قناتي تشوفوا التعليقات بتاعت الناس من كل مكان في مصر. وانا بإذن الله. اتبسطت جدا بيكم واحنا اتشرفنا بيك والله يا ابو سليمان، والله اتشرفنا بيك. وان شاء الله لو نزلتوا تاني القاهره لازم هنعمل فيديو تاني ان شاء الله. بمشيئة الله نشوف بس ربنا يسهل بالقماش بإذن الله. هننزل ونعدي عليك برضه ان شاء الله. مفيش حد هنا برضه قريب منكم في هنا طبعا والله. عندنا هنا مكان اسمه الازهر، وعندنا أيوة، الموسكي في الزراير والترتر والحاجات كلها. وسوق الخميس انا عارفه كل حاجه هنا طبعا ان القاهره شاء جميله الله. وزي بني سويف طبعا انتوا ربنا شرفتوني. يخليك ربنا يخليك. وادخلوا بقى وشوفوا واكتبوا لنا في التعليقات. وكل جمهور فيروز واخواتها وحبايبي هيدخلوا عند ابو سليمان طبعا. وفانز ابو سليمان يشرفوني على راسي. يكتبوا لنا بس في التعليقات فانز ابو سليمان، او طبعا احنا فانز فيروز هيكتب عند ابو سليمان قناه فيروز واخواتها. يا ريت يا جماعه اللي إن شاء هيدخل الله. عندي يعمل اشتراك هيكتب تعليق يكتب قناه جنبه فيروز واخواتها. انا قناه فيروز واخواتها وعايزه تستفسر. وبعدين انتوا هتتبسطوا جدا جدا من اللي جاي، لان انا كل شويه بجيب موديلات استعمال خارج نظيفه. ابو سليمان بيسافر اصلا بره ويجيب الحاجات زي ما هو حكى لنا، بيجيب الحاجه بتاعته من بره، ما بيتكلش على حد يبعت، لازم يروح يشوف الحاجه بنفسه قبل ما يجيبها، عشان ما بيحبش يتعامل في الحاجات الصيني ولا البلاستيك ولا الكلام ده. ربنا يخليك ربنا يخليك يا ابو وشرفتوني. سليمان، واحنا اكتر والله. والسلام عليكم ورحمه